الراقصة مايا أو كيف ما كتبغي تسمي نفسها الفنانة مايا هي مؤثرة معروفة وسط المغاربة خصوصا عند النساء وحتى الرجال اللي ما كيدخلوا السوق راسهم. تلاقاي به معروفة بالنصائح ديالها سواء العائلات المتزوجات أو اللي عاد ناويين أنهم يتزوجوا أو لا حتى المطلقات. نصائح بحال مثلا كيفاش تتعاملي مع الراجل البركابي، كيفاش تخلي خاتم بين يديك، لدرجة أن النصائح بعض المرات كتوصل حتى لبيت النعاس. هاد الشيء جميل، ولكن اللي ما عارفينش الناس أن هاد السيدة هي مطلقة ديال 4 ديال الرجال من قبل، طلقوها ولا طلقاتهم، هاد الشيء ماشي مهم. لكن اللي أهم واللي منه غنوصلوا للموضوع ديالنا هو واش المطلقة صالحة الزواج، واش أنت كراجل عادي أنك تتزوج بإنسانة مطلقة من راجل ثاني. شنو كيقول الدين ديالنا في هاد الشيء وشنو كيقول العلم والاحصائيات الحديثه؟ ثق بيا بلي غادي تخرج فاهم الجواب كامل في المقال. خلي معك واحد لايك وابينو على بركه الله. واللي يلاه طلقوا فوتوا الرجاله. اغلب الشباب الا قلتي لهم واش تقبل تتزوج بمراه مطلقه، نسبه كبيره بزاف غادي تكون ضد هذه الفكره. هذا الشيء راجع لبزاف ديال الاسباب. اولا حاجه ان داك الشخص باقي ارزب، يعني ما غيقبلش ان الزوجه الاولى ديالو تكون مطلقه. ثانيا لان اغلب الرجال عندهم واحد الغيره وما غيقبلش ان الزوجه ديالو يكون عندها واحد الماضي مع راجل ثاني، ولو انه الزوج ديالها ربما تكون مازال كتبغيه، وهذا الشيء ممكن يبقى تابعه طوال الحياه ديالو الزوجيه ويخلي الزواج ديالها به زواج موارد ومصالح لا اكثر. ثالثا بسبب النظر ديال المجتمع لذاك الراجل اللي غادي يقبل الزواج بمطلق. فالمجتمع دائما كيشوفك على انك تحتي على راسك وباللي انت هو كيف كيقولوا حميده الستار. هادو هما الاسباب ديال علاش اغلب الرجال ما كيبغيوش الزواج من المراه المطلقه. ولكن شنو هي الحقيقه ديال الامر؟ واش هاد الاسباب حقيقيه؟ واش بصح المراه المطلقه كيكون الزواج ديالها الثاني فاشل؟ علميا وبالاحصائيات فنسبه 60% من المطلقات كيكونوا اكثر عرضه للطلاق في زواجهم الثاني واكثر عرضه للطلاق في زواجهم الثالث بنسبه ديال 73%. وفي دراسه تحطات في موقع ميجا جولدن دارتها انجلينا جرين وهي باحثه في جامعه نيو ساوث، لقات هي والباحثين اللي كانوا معاها ان في كل علاقه حميميه كديرها المراه كتمتص فيها السائل المنوي ديال الراجل وكتحتفظ به الى الابد. هذا السائل اللي كيتخلط من بعد مع الادين ديالها، وهذا الشيء اللي كيشرح علاش اغلب النساء كيكون عندهم ارتباط بالزوج الاول. كلما اخذت منه سوائل اللي كثيره كلما زاد الارتباط ديالها به. ولكن هاد الدراسه راه تاكدت فقط على 63% من النساء اللي داروها، يعني ماشي كاع النساء. فهاد الشيء كيوصلنا لواحد الاستنتاج ديال ان 63% من اصل 100 مراه كيكون عندها ارتباط بالشريك الاول في حياتها. لكن هنا حنا كندويو غير على الجانب الجنسي، اما الجانب العاطفي فممكن ان المراه تعايش مع الشريك الجديد، لكن النسبه ديال المخاطره كتكون كبيره. الدين ديالنا بطبيعه الحال مخلي الطلاق من ابغض الحلال عند الله، ولكن محلل بطبيعه الحال الزواج من المطلقه. ما جي حتى شي واحد يقول لي لا راه الريت بيل كيقول ولا راه النسويه كتقول. انا الاحصائيات كتبين ان الزواج من المطلقه ممكن يكون زواج فاشل، لكن فاش كتوصل لشي نقطه اللي فيها اختلاف مع الدين ديالنا فكيبقى الدين هو اللو، ولله في ذلك حكمه. دونك خليو لي الاراء ديالكم، واش نتوما مع او ضد الزواج من المطلقه؟ مع تعليل الجواب. دوزو بخير.